السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابي الكرام، يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة وسلامة وستر من عند الله. طبعا أنا مش ناسي اللي وعدتكم بيه من تصوير القطع وتصوير الفيديوهات، وقلت لكم إن القطع على الطبيعة هتحتاج مننا وقت كبير ومجهود، خصوصا الأرض على الطبيعة بننزل لقطعة قطعة. ولقيت إن الموضوع اتطلب من ناس كتير جدا من متابعيني. عدينا 120 قطعة أرض في الطلبات، وبدأنا فعلا صورنا الأحياء لدرجة إن أنا الحلقة اللي كنت صورته ورجع طلب فيه فوق ال 15 قطعة. فاحنا مع بعض في الفيديوهات القطعة دي شوفوها وشوفوا المواقع على الطبيعة وشوفوها من جوه واعرفوا الأماكن من جوه عاملة إزاي النهاردة في 2025 على أرض الواقع بدون تجميل أو تزييف، بمنتهى الواقعية، عشان تقدر تتخيل معايا الدنيا ماشية إزاي ستيب باي ستيب من أول 2018 فيديوهاتي أو 2019. تقدروا تخشوا تشوفوا التاريخ السابق، لأن أنا بسيب لكم لينكات الأحياء اللي بصورها في ال5 سنين اللي فاتوا كل سنة عاملة إزاي عن السنة اللي قبلها. فتابعوا معايا الموضوع دوت، لأنه هو هياخد مننا وقت وهو مهم فعلا جدا وهتستفادوا بيه. النقطة التانية اللي بعد كده موضوع العقود. الفترة ديت بيجيلي أوراق قانونية براجعها وبيجيلي عقود كتير. تاني بعيد وبكرر، موضوع العقود مش بس خاص بالحاجات القانونية اللي في العقد، ده خاص كمان بالحاجات نسب التحميل والبنى والموقع واللوكيشن واتجاهات الشقة، والشركة دي قوية ولا مش قوية، والتسعير ده حقيقي ولا مش حقيقي ولا مبالغ فيه، والأرض دي عليها مخالفات ولا معلهاش، ومدفوع أقساطها في الجهاز ولا مش عليها، وبيانها الشامل إيه. الموضوع يا جماعة مهم، اكتشف فيه حاجات كتير. خدوا بالك أنا ما كنت زمان باخد عقود كتير، يعني كنت ممكن أعمل العقود بس مراجعات على الواتس سريعا، لكن دلوقتي بقيت بتحرك بنفسي، بسأل في الجهاز وبعرف تفاصيل، وبقيت بنزل على أرض الواقع مع الشركات. كل شوية أخش خناقات. الفترة دي اتخانق كتير جدا مع معظم الشركات اللي بنزلها، وفي شركات فهمت الوضع وبدأت تعدل باحترام وبشياكة ورحتها أكتر مرة. المهم في الآخر أنا اللي يهمني في الموضوع أنت وأنت بتشتري إيه اللي يأمنك، وهو يا عم وهو بيبيع لك إيه اللي يأمنه. ما عنديش مشكلة اللي أنا أديله حقه، لأن أنا جاي أشتري على مدة طويلة وبدفع قسط، لكن مشكلتي الحقيقية إن هو ما يدينيش حقي. بس هي الخناقه في كده. يا جماعه الخير، احنا محتاجين حقوقنا مش اكتر من حقوقنا، فيا ريت تتفهموا حاجه زي كده كويس. انا بعمل الفيديو دوت ليه؟ علشان خاطر الفتره دي هي فتره الشراء، وانا دايما كنت بقول اليومين دولت ما تشتريش بهدف الاستثمار نتيجه الحاجات الغريبه اللي موجوده، اشتري بهدف احتياج الحقيقي. فاللي بيبقى عايز يشتري عشان يقسط او محتاج، او بيشتري علشان خاطر للمستقبل هيحتاجها كمان 2 3 والكلام ده، خلاص اشتري جو اهيد من دلوقتي، وفرصه كويسه. اختار بس شركه محترمه، اختار بس تراجع ورقك مظبوط، اختار بس شقه اتجاهاتها كويسه وتقسيماتها حلوه ونسبه تحميلها حلوه، وتوكل على الله على طول لو كان السعر عادل ونظام السداد كويس. انا بعمل الفيديو ده بقول لكم محتاج مراجعه عقود، بعت لي. وعلى فكره برد على العقود لحد الساعه 1 و2 بالليل، وما اعرفش انتوا شايفين الارهاق في عيني ولا لا. انا بصور الفيديو الصبح مش بالليل بالمناسبه دلوقتي، لكن بنام 1 و2 بالليل، نظرا لان في ناس فعلا يا عيني غصب عنها محتاجين حد فاهم متخصص يجاوبهم، خصوصا ان السوق دلوقتي بقى فيه فكره المصالح، او هدفي ايه، او هودي ناحيه انه اتجاه اللي انا اميل ليه اكتر، او الاستفاده الشخصيه ليه. فيا جماعه مفيش مانع ان الانسان يستفيد، ومفيش مانع ان كل واحد ياخد مصلحه وفايده ليه. انا مش بنكر ولا بقول للناس اللي عايزه فايده من انهم يشتغلوا او يوجهوا الناس ما عنديش مشكله، بس بشرط واحد بس، ان انت تشتغل بما يرضي الله، ان انت تشتغل بضمير، اللي انت تديله الحاجه الصح المحترمه الحقيقيه اللي ما فيهاش مشاكل له في المستقبل، اللي ما يدعيش عليك بعد كده. دي مهمه جدا. يعني اصل انت في الاخر كل اللي بتعمله في الدنيا ملوش اي معنى لو قابلت ربنا وانت ظالم حد، او مفتري على حد، او ضاحك على حد. كل الكلام دوت في الاخر بلح، هتلاقي نفسك بتتحاسب لوحدك، زي ما بيقولوا كده بالبلدي صليت مليت. فخدوا بالكم من الكلام ده يا جماعه، لان مفيش حد اتظلم هيسيب حقه. بس دي نقطه مهمه جدا جدا جدا. نحرص كلنا على اننا نتعامل بما يرضي الله، بس ده باختصار. يعني نقط العقود والتركات الفنيه مهمه جدا يا جماعه، خصوصا توكيل بيع النفس والغير، خصوصا موضوع الحصه بتاعه الارض، خصوصا موضوع التنازل اثناء السداد. دي مهمه جدا. المخالفات، تحديد الجراج وكروت الجراج في المخزن، كل شركه ليها عقدها وبتصيغه بطريقه معينه. تلاقي المحامين والمستشارين القانونيين بتوعهم بيقولوا احنا يعني كان عندنا استغفر الله العظيم يا رب ما بيتعداش، مفيش حاجه اسمها كده، هو مش قران. فاحنا يهمنا في الاخر اللي احنا نتحرك في الاتجاه ده بما يرضي الله، يهمنا اللي احنا نراجع عقدنا كويس جدا ونتاكد من ورق الملكيه كويس
كويس جدا ونشوف الاقساط، لان في بعض حاجات بتبقى عليها اقساط، في حاجات مرحله 10 ولسه ما اتسلمتش، فانا بشتري من مين عشان ابقى بشتري وانا واثق كده. كل الكلام ده مهم جدا، لازم نراجعه ونتابعه ونكون مركزين فيه. معلش انا بسجل لكم، هتلاقوا خبط جنبي في الشقه تحتي بتتشطب. انا قلت لكم ان انا في الاندلس ونقلت في الاندلس من شهر واحد اللي فات. الله المستعان. لو حد محتاج مني اي نصيحه يطلبها مني، ولو حد محتاج قطع اراضي لسه ما نزلتش. الحي السابع نازل يوم الجمعه، كل اللي طلب الحي السابع والله نزلت تاني، نسيت 5 قطع، صورت حوالي 12 قطعه ونسيت 5، فنزلت تاني صورتهم مخصوص عشان يجوا في فيديو يوم الجمعه. الفيديو طويل جدا بتاع الحي السابع، بس فيديو مهم هيجيب لكم كل الحي السابع اللي شاريين سواء في المرحله 10 او اللي شاريين شقق هناك في الحي السابع. دمتم بخير. كان معكم محمد المهدي، ولا تنسوا الدعاء لاخي عبد الله بالرحمه والمغفره، واي حد فيكم محتاج مساعده في اي وقت يرجع لي وان شاء الله ارد عليه. السلام عليكم.